خليني في الفيديو ده اثبت لك انك لو عندك حبوب في وشك فانت من الاشخاص المميزه جدا اللي ربنا مختارها. عمرك كنت موجود في قعده قبل كده ولاحظت ان في واحد شيك وشكله صغير جدا قاعد كده، ولما تروح تساله انت عندك كام سنه يقول لك انا عندي 35 سنه. 35 سنه؟ انت بتهزر، ده انت شكلك ما يديش 18 سنه. ازاي ما شاء الله شكله صغير جدا وبشرته ما فيهاش اي تجاعيد مع ان سنه كبير؟ خليني بقى اصدمك واقول لك ان ده بنسبه كبيره سببه الحبوب اللي كانت بتطلع له. حب الشباب على الرغم من انه لو طلع لشخص بيدمر نفسيته وكمان بيخليه كاره شكله، الا ان ليه فوائد عظيمه. يعني مثلا انه ممكن ياخر شيخوخه جلدك. طب ازاي يعني يا شباب؟ ربنا سبحان الله خلق الناس اللي بيطلع لها حبوب في وشها بجلد مش عادي كده زينا. جلد الناس دي بيكون سبحان الله في ميزه جباره، وهي ان خلايا الدم البيضاء بتاعتها فيها حاجه اسمها التوليمرات. التوليمرات دي بتغطي سطح الكروموسومات اللي موجوده في الجلد، وفي الاحياء معروف ان كل ما كانت التوليمرات اللي بتغطي سطح الكروموسومات دي كانت اطول، كل ما عمر الخلايا بتاعه الجلد بقت اصغر. ولما الخلايا بتبقى اصغر فطبيعي التجاعيد اللي في الجلد بتقل، فنشوف بقى الشخص شكله صغير وجميل وحلو كده شبهه. ودي ميزه الناس اللي سبحان الله عندها حبوب. والمشكله ان دي مش الميزه الوحيده للناس اللي بيطلع لها حبوب، في ميزتين او ثلاثه تانيين انت لو سمعتهم والله العظيم هتتصدم. وعشان تعرف ايه المميزات دي فهتلاقي دلوقتي الحلقه الكامله موجوده في قناتي على يوتيوب. حلقه مهمه جدا لاي حد عنده حبوب، بس الاهم ان كالعاده ما تنساش تعمل شير.